معايا في كل اللي هقوله، لان الفتره اللي جايه الارض هيحصل فيها كوارث. فلو الموضوع مش فارق معاك نهائي، على الاقل خد لك معرفه عامه. مسلسل المداح السنه دي مش عمل درامي عادي او من وحي الخيال، ده بيقدم فكره اقرب ما يمكن للحقيقه. الارض والعالم كله بيتهيأ لاحداث كبرى هتسبق خروج الدجال. اللي بيحكم العالم دلوقتي تنظيم بقيادته هو والشيطان، واشهر مسمى للتنظيم ده كلمه الماسونيه. والعالم كله بيحضروه لأحداث رهيبة جاية، وبيستخدموا إشارات ورموز في علم الحروف والأرقام محدش بيفهمها غيرهم هم وأتباعهم. وده كله طبعا بقيادة الشيطان والدجال. ولو رجعنا بالزمن سنتين لورا في مونديال قطر 2022، كان في إشارة مهمة منهم إن في شخص ظهر وكان لابس لبس بيلمع وكان عليه قرنين بيرمز للشيطان، وكان واقف في المقصورة الرئيسية في استاد خليفة الدولي. الغريب بقى في الموضوع واللي يخليك تثير الجدل إن هو كان واقف فوق كلمة العالم بالظبط، وده كله معناه ان العالم ملكهم هم. انا عمال اقول لك تفاصيل عشان تعرف ان الاحداث كلها مترابطه ببعضها. وفي حفل ختام المونديال ظهرت كلمه في سما الاستاد مكتوب الوعد قريب. بالعقل والمنطق كده معنى الكلمه دي ايه؟ وده كله بيرمز للاحداث الكبرى اللي جايه. وغير كده كمان حكمهم وسيطرتهم للعالم كله واقامه دولتهم في 2030. عايز اصدمك كمان واقول لك ان البوابات اللي بين عالمنا وعالمهم اتفتحت وبتسمح لهم انهم يكونوا معانا وفي وسطينا كمان. وده كله طبعا من غير ما نحس بيهم او على الاقل نشك بنسبه 1%. والبوابات دي كلها تمهيد لخروج الشياطين الملجمه، لان مجرد خروجهم معنى كده ان نهايه العالم بدات. فلو انتوا اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان في فيديوهات كتير عن الماسونيه هنزلها الفتره الجايه. اخواتي في الله اشوفكم على خير دايما. سلام.